باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. المره اللي فاتت ابتديت معاكم عنوان لموضوع الرجوع الى الله، حد فاكر؟ واتكلمنا على جزئيتين. الجزء الاولاني ما معنى الرجوع الى الله، فقلنا الرجوع مع الله يعني هو التوبه، لان التوبه مش معناها انت تبطل الخطيه، التوبه معناها انك ترجع لحضن ربنا حتى لو وقعت بتقع في حجره غير واحد براني. وقلنا كمان ان الرجوع لله معناه وجود علاقة حقيقية، لان في ناس جوه الكنيسة وتايهة، بتصلي وما بتصليش، بتردد الكلام باطلا كالامم. علاقة تعال اقعد معايا، تعال حكي معايا، اوكي. وقلنا كمان ان الرجوع الى الله معناه ان احنا نبطل توهان، وقلنا ملنا كل واحد في طريقه، كلنا ضللنا، ملنا كل واحد في طريق، فاكرين؟ وقلنا الانسان يعمل يو تيرن ويرجع لربنا، ده معناه الرجوع لربنا. وقلنا جزء تاني في الكلمه بتاعت المره اللي فاتت، ربنا هي موقفه ايه من الرجوع. فقلنا نمره واحد ربنا بينادي عليك. ادم لما غلط ربنا اللي افتقده، قايين لما غلط ربنا اللي افتقده، فاكرين؟ يبقى نمره واحد ربنا بينادي عليك. نمره اتنين ربنا مش هيعاتبك، يعني نمرة واحد مستنيك، واتنين مش هيعاتبك. نمرة تلاتة ممكن يشد عليك، يعني بينادي ومستني زي مثل ابن الضال، مش بيعاتب ولا بيجرح. وكمان في بعض الأحيان ممكن يشد عليك عشان ترجع، انك تكون تايه قوي تحس انها لطشت معاك وتقول انا السبب عشان سبت ربنا. ممكن. النهارده هتكلم على الرجوع شكله ايه لو انا فعلا عاوز ارجع لربنا. من خلال ربنا قال كم حاجة كده، كم آية هستخدمهم كعناوين يدلون على الرجوع. بس أول حاجة هتكلم على نوع من أنواع الرجوع ده غير محسوب. يبقى أنا هتكلم على نوع مش محسوب، وبعدين 4 أنواع أو 4 حاجات مطلوبة عشان نرجع صح لربنا. فاهمين هيقول إيه؟ أول رجوع مش محسوب اسمه الرجوع الانفعالي. عارفين يعني إيه الرجوع الانفعالي؟ عشان تفهموا اللي هقوله، في مثل مصري مشهور قوي اسمه كلام الليل مدهون بزبدة، يطلع عليه النهار يسيح. كنت تعرف المثل ده قبل كده؟ مبين عليكي ما تعرفش. يعني ايه؟ يعني في حاجات كده انفعالية. على سبيل المثال ان مثلا عندنا سفر كامل في الكتاب المقدس، السفر الكامل ده اسمه سفر القضاء. تقريبا كان في 15 قاضي حكموا ما بين شعب بني إسرائيل، قصة متكررة. الأعداء يتسلطوا على بني إسرائيل ويحصروهم ويجوعوهم ويحاربوهم ويذلوهم، ويفضل ربنا سايبهم. يقول لك فصرخ إسرائيل إلى الرب، خلاص عرفنا ان احنا بعدنا، عرفنا ان احنا السبب في اللي بيحصل لنا، الحقنا يا رب. يروح ربنا باعت واحد، ممكن يكون اسمه يفتاح، ممكن تكون اسمها دبورة، ممكن يكون اسمه شمشون، اسمه جدعون، ويبتدي يجمع الشعب ويحارب من اجل الشعب، وربنا يديله نصرة. شفتوا لما بعدتوا عن ربنا حصل ايه؟ شفتوا لما رجعتوا لربنا حصل ايه؟ شفنا. ناويين على ايه؟ زي الفل. تلاقي في الاصحاح اللي بعده واستراح اسرائيل وصنع شر في عيني الرب. هو انت البعيد ما بتتعلمش؟ يعني كانت محنة وصلينا وربنا أنقذنا، وبعدين سعى قلبك وسعى ربك ومعطي لقيصر لقيصر، ولا احنا هزنوه علينا ليه؟ ناقص تلبسونا قلاصوة الرهبان. هنقضيها كده ليه؟ بس احنا ماشيين في السك، بس مش كده لكن ماشيين كده برضه اهو. يعني لا في قداس وبصلي اوقات من باكر قبل ما انزل الشغل. طب والعلاقه اخبارها ايه؟ طب يعني احيانا، طب كبر، طب يعني
اوبا، ده اسمه رجوع الانفعال. ده بقى تختبره قبل عمليه، قبل حاجه مكلكعه والدكتور قال لازم ناخد عينه، تلاقي الرجوع ايه بالدموع ولطم ومطنيات. طول عمري بقول عندي لومباجو وعندي ديسك وانا ركبي ولما ببطي ما بطلعش. ده انا لو وطيت 2 يسحبوني. اول ما اعرف ان فيها تحليل باثولوجي بتاع الاورام 100 مطان يا رب في اليوم. ومش عشان المحنه دي، مش عشان المحنه دي، ده طول العمر. ويرجع الانسان ونجيب كسوة مش عارف أنبامين وكسوة أنبامين وكسوة أنبامين وفوق المخدة وتحت المخدة وكسوة طويلة زي بتوع موسى الأسود والأنبا مشوا حضناهم طول الليل. وبعدين الحمد لله بات سكان والحاجات التانية قالت إن مفيش حاجة خالص. أشكرك يا رب، أشكرك يا رب، أشكرك يا رب. أول جمعة قداس، تاني جمعة الإنجيل. الأولاني كان من صرف بخور باكر، تاني يوم على الإنجيل، تالت مرة قبل التناول بربع ساعة. بعد كده الاكليريك بقى والمعرفش والحاجات التانية دي اللي بيعملوها. المهم حاجات تانية كده تشغل القلب. ما بقولش ده غلط ولا صح، بس ربنا بكل وعودي راحت. ده اسمه رجوع زي قلته، ده اسمه رجوع الايه؟ الزنقه. يعني واحد اتمسك في الاسم، صدقني يا باشا توبه من النوبه، توبه ده من النوبه، هيتسجن فيها 7 سنين. القاضي طلع طيب وصدقه، تاب ما تابش، ده رجع لسيرته الاولى زي اللي كان بيحصل مع شعب بني اسرائيل في سفر القضاء. فده رجوع مش محسوب، ده اسمه رجوع الزنقه. it doesn't count، ده ما بيتعدش، ما بيتحسبش. وللاسف ناس مننا كتير قوي من ايام ما اتعودنا الماده اللي ملخلخه معاك وانت واقف تصلي ليلتها، ملاك الحارس مش مصدق، مش مصدق. ايه ده جاب الحراره دي منين؟ جاب التناول ده منين؟ جاب اللجاجه منين؟ ده كان من اسبوعين بيناقش، من شهرين بيناقش، يقول يعني ايه صلوا كل حين ولا تملوا؟ الواحد ما بيمل من الصلاه، مش عارفين كفايه ابانا الذي. جاب الكلام ده منين؟ وعرق ومطانيات. النتيجه طلعت زي الفل. فكر يجي يشكر ربنا؟ لا، هنسهر مع اصحابنا مين بقى؟ ده يوم النتيجه يا عم، ونجحنا طلعنا نضاف. فهمتوا؟ هذا الرجوع مش رجوع، ده رجوع بيخدع فيه الإنسان نفسه من أجل الزنقة، بس قلبه غير مستقيم مع الله. بس أنا مش هتكلم في الموضوع ده، عشان عايز أتكلم على الرجوع المقبول من الله وإيه شروطه وإزاي نعمله. أول شرط من شروط الرجوع حطه ربنا، جه في سفر بيقول إيه؟ ارجعوا إلي بكل قلوبكم. يعني ايه بكل قلوبكم؟ يعني ايه؟ حد فيكم يفسرها لي؟ يعني ايه؟ يعني ايه ارجع لربنا بكل قلبي؟ يعني ايه؟ انت بتقول لي ايه ارجع لك ازاي يا ابونا؟ اقول له اهم حاجه ترجع لي بكل قلبك. يعني ايه؟ يعني ايه بكل قلبك؟ ها؟ يعني ايه بكل قلبك؟ حد يفسرها لي، دي بالعربي يا جماعه. ها؟ يعني مش ساعة لقلبك وساعة لربك. ارجعوا لي بكل قلوبكم، يعني بنية صادقة ان انا اكون اختيارك مش اي حاجة تاني. هشرحها لك. زي ما لسه قايل لكم اتقال على سليمان ايه؟ اللي كتب نشيد الاناشيد وسفر الامثال وكتب سفر الجامعة وسفر الحكمة. واحد في العهد القديم كتب 4 أسفار ومعترفة بهم الكنيسة. يقول الكتاب المقدس ان قلبه ما كانش كامل مع الله كقلب داود ابيه. عملت ايه يا سليمان؟ اول ما الفلوس كترت الستات كترت، لدرجة انه تزوج ب1000 واحدة، ما بين جواز وما بين يعني ما علينا جيرل فريندز، يعني 1000. وفي الوقت نفسه قلبه ما كانش مع ربنا. فلما الستات غارت، اشمعنى انت اتجوزت بنت فرعون وذبحت الأوزوريس، واشمعنى اتجوزت مش عارف بنت مين وذبحت لي، انا الاله بتاعي اسمه كذا تذبح له. الله، احنا مش عاوزين زن وعاوزين نريح دماغنا. فابتدى سليمان ما كانش قلبه مع ربنا. عارفين زي مين؟ زي واحدة اسمها مرات لوط. الكتاب المقدس في سفر لوقا فيه آية بتقول اذكروا
امرأة لوط. يعني يذكروا امرأة لوط؟ خرجت من سدوم وعمورة اللي ربنا هيحرقها والملائكة جرجروهم غصب عنهم، وربنا قال محدش يبص لورا، اللي هيمشي ورايا يبص قدام بكل قلب يكون معايا. ما قدرتش، صعبان عليها البيت وصعبان عليها العفش وصعبان عليها الجيران، كانت خارجة ورا الملاك لكن قلبها كان في سدوم. عشان كده اللي ما بيرجعش لربنا بكل قلبه الشيطان يقول عنه المسيح ان حتى لو الشيطان خرج هيلف الدنيا كلها، ولو رجع لقى لك مكان مزين ومفروش هيجيب 7 شياطين اشر منه، عشان انت ما رجعتش ربنا بكل قلبك. الشرط الاساسي في الرجوع انك ترجع بكل قلبك، يعني ربنا مش هيكون له شريك. اوعى تستبقي في قلبك اي سبب يرجعك للشر. انا حكيت لكم الحكايه دي على الاقل 5 مرات قبل كده، بس ما جراش حاجه، تسمعوا المره السادسه. في واحد اعرفه بحبه كل حاجه، بس الموقف ده حصل. ايه بقى الموقف اللي حصل ده؟ ان كان ليه صديق عمر بسن الشباب مات في حادثه، فارتبك جدا لدرجه انه قعدني بعد مواعيد الاعترافات وقال لي هقعد اعمل لكم. لما صاحبه ده توفى هو راح يحضر الخارجه في احد الكنايس، وكان في اب كاهن من الصعيد شديد، من اللي بيقولوا الكلام اللي يعني في مكانه. فالاب الكاهن لقى الناس متاثره لما بيكون الشاب عنده 40 سنه و42 سنه وسايب اطفال، بتبقى المشاعر مجروحه قوي. جه الاب الكاهن ده بقى حط بنزين على النار، ما حطش ميه على النار، فقال لهم على فكره ما حدش فيكم يضحك على نفسه، كل واحد في اللي قاعدين جايين يعزوا عارفين لو مات النهارده هيروح فين. اسال نفسك ربنا كان نصيبه قد ايه في قلبك في يومك اللي انت عشته. لان معظم الناس قلوبها منقسمه ما بين الله وما بين العالم. اللي عاوز يرجع لربنا المسيح هو اختياره، المسيح هو سيده، المسيح هو ابوه، المسيح هو رايه. مش تروح ارفع شكوى في مجلس الوزراء ومش عارف مين من غير ما اسال ابويا واتصرف من دماغي. لا، انا ما اعرفش اعمل حاجه من غيره. فبعد ما حصل كده ايه اللي حصل؟ الولد قعد معايا قال لي الراجل كان معاه حق، كلامه زي النار بس كنا محتاجينه. كان هو بقى من ستاندرد معين، ما بيشربوش ينسون وشاي زيكم، بيشربوا ازايز غاليه شويه كده من السوق الحره بيشتروها. مش عارف ليه سموها مشروبات روحيه، ملهاش علاقه بالحياه الروحيه خالص، لكن هم بيسموها كده. فهو فتح عنده دولاب لقى عنده اكتر من 20 ازازه. النيه صافيه، قررت ان ارجع الى الله. جاب 20 ازازه في الحمام، فتحهم كلهم وفي الحوض. 1 2 15 16 17 18. سمع صوت بيقول له بالراحه شويه، موقفك ايه في وسط اصدقائك؟ خلاص توبتك مقبوله، ما انت كابب 18. سيب 2 يا اخي لاصحابك لما يجوا لا 19 في الواحده. قال له اسمع بقى، لو اصحابك جم هتقدموا ينسون يقولوا عليك ايه؟ اتدروشت. انت ما تشربش، انت حر الاراده، بس اللي يجي لك تجامله. لو انت ما بتحبش الشاي، واحد بيحب الشاي وقال لك عايز اشرب شاي، هتمنعه عن الشاي؟ جيب له شاي، منطق اهو. قال له اه معك حق. قال له بقى دي شيلها في الدولاب، وعهد بينك وبين ربنا مش هتشربها. قال له عهد بيني وبين ربنا مش هشربها. والشيطان خلاه بايت عنده احساس بالنصره. فضيت 19 ازازه بس بقيت ازازه. شوفوا بقى الازازه دي هتعمل ايه. ما بيقول له ارجع بكل ايه؟ قلوبك. ما انت سبت سنتي، سبت. ما الجلطه اساسا اللي بتيجي في القلب ما بتاخدش اكتر من سنتي بس بتموتك، صح؟ المهم فضل حاطط الايه؟ الازازه في البيت 6 7 اشهر. كل قبل يقولوا له ها ما لما بطلت خلاص نشكر ربنا، ما بشربش. اللي يجي عندي ليه واجب ضيافه، لكن ما بشربش.
بطل لغايه في يوم من الايام بقى بعدها ب7 8 اشهر، كان شهر طوبه ولا ايه ما تعرفوش، حس انه بردان بالليل. جات له فكره، بص انت ما بتشربش صح، ده علاج. بولس الرسول وصف لتلميذه علاج، قال له قليل من الخمر. هو ما فيش كده يعني. هو بولس الرسول كان فعلا بيعالج بحاجه صغيره كده. المهم يعني قال لك لا ده علاج، الدنيا برد. طبعا انت لو بردان في الشتاء ونام على بطانيه وحكيت رجليك 10 مرات هتدفى. البس شراب يا اخي، مش كده؟ البس شراب صوف هتدفى. اقف على البوتاجاز دفي ايديك يا اخي هتدفى، يعني هتدفى يا اخي هتدفى، مش كده؟ لا بس الفكره كانت ملحه جدا. وبعدين انا مش هشرب غير غطا ده بينزل هنا نار يدفي الجسم كله. شرب غطا. شايفين الاراده؟ ما تنتهاش. 5 6 ايام برد تاني، غطا تاني. ودخلنا في امشير كان فيه يومين برد، غطا رابع، غطا خامس. وتمر الايام، واحد صاحبه بيقول له انا مسافر بره، تحب اجيب لك حاجه معايا؟ قال له معاك باسبور فاضي؟ قال له هات لي ازازتين من السوق الحر. رجعنا تاني، لان لما رجعنا اولاني ربنا لم يكن قلبنا قلبا كامل. عشان كده لما يجي ولد يقول لي انا كنت في علاقات متعدده وتبت وجاي بدموع وانا مصدق دموعه، اول حاجه بطلبها له اقول له غير نمرتك وارمي الموبايل القديم بكل الكونتاكتس اللي فيه. يا اما تعمل ديليت وتحطه على الفاكتوري سيتنجز، يعني كانك شاريه حديده جديده، وتحط سيم كارد جديد ومحدش يعرف. لا يا ابونا مش للدرجه دي، لا للدرجه دي مش للدرجه دي يا ابونا، ده انا جاي لك برجلي. انا اللي بقرر ارجع لربنا. اقول له ليس بقلب كامل، لانك انت لما ترجع لابد ان ترجع لله بكل قلوبكم، وما تسيبش اي اثر لاي حاجه توقعك تاني. عارفين اللي ما بيسمعش الكلام وما بيعملش ديليت لكل الكونتس ويغير الاكونت وجوجل اكونت والفيسبوك اكونت 5 6 7 اشهر، في وقت زهق وقت فراغ لطشت معاه، راح يجيب النتيجه وهو راجع خبط الرفرف، والشيطان يعملها لك ايه؟ تلاقي نفسك قاعد اخبارها ايه؟ بنت دي اتخطبت ولا لسه؟ وانت مالك يا اخي؟ ما انت راجع لربنا. لا معلش بس ده كريوستي مش اكتر. لا انت يا ابونا انت دايما عشان كاهن كل افكاركم سودة كده، شايفين كل الناس خطاه. في حاجه اسمها البساطه والاراده. اوكي يا حبيبي، روح شوف الكونتاكت تاني، هيقع في اشر مما كان. يبقى اول شرط للرجوع ارجعوا الي بكل ايه؟ باستقامه. لكن مرات لوط كانت رجل ورا ورجل قدام. يا خساره، يعني ما كانش ربنا يلاقي حاجه تاني غير انه يحرق سدوم؟ زمان بيتنا اتاكل ده. طب ابص بصه واحده ضيعت نفسها. يا رب ما تستاهلش انها تتحول عمود ملح يعني عشان بص. لا ده انا بحط مبدأ ان اللي يرجع لي لا يعد ينظر الى الوراء. اول شرط من الرجوع انه ايه؟ بكل القلب. يعني بعمل ديليت لكل اللي فات عشان ما فيش حاجه تعصني تاني. نمرة 2، ربنا يقول كده في سفر يوئيل برضو نفس الاصحاح: ارجعوا الي بكل قلوبكم بالصوم والبكاء والنوح. نوح يعني عياط يعني. صحيح ربنا بينادي عليك، صحيح ربنا مستنيك، صحيح ربنا مش هيعاتبك زي ما قلت لكم، بس الابن الضال اللي ابوه سامحه وما عاتبهوش وقبله، هو لما راجع كان جواه ايه؟ حزن ونوح وبكاء، وقال له انا ما استحقش انك تكون ابويا ولا اكون انا ابنك. عشان كده المزمور قال ان الروح المنسحق لا يرزله الله. ارجع لربنا بنادر صوم. انا بعدت وتعبت، انا هدخل من باب التذلل، من باب الصوم. على فكرة في كل شعب بني اسرائيل كان كل خطاياهم اول ما يعملوا حاجة يبتدوا يصوموا لربنا عشان ربنا يرفع الغضب عنهم. على فكرة كان في تقليد احنا اتربينا عليه، ان احنا كنا نطلب من اباء اعترافنا ايام صوم ملهاش دعوة بال55 وال15 وال43 ولا صوم الرسل. لا،
كون الواحد يحس انه عاوز يروح خلوه او عاوز يبتدي بدايه مع ربنا او حاسس انه بعيد قوي، اقول له حللني يا ابونا عاوز اصوم 3 ايام. كان ابونا يوافق، ممكن يوافق نص نص، يقول لي طب خد 4 خميس جمعه، ومره يقول كده، ومره اقول له عاوز اصوم اسبوع كامل، يقول لي صوم يا حبيبي صوم، بس خد قانون روحي شديد قوي في الصوم ده. مش عارف ما تسلمتش ليه للاجيال اللي بعد كده ان الرجوع لازم يكون في انسحاق امام ربنا. ما استحقش اكون بنتك بعد اللي عملته ده، ما استحقش اكون ابنك بعد اللي بصيت عليه ده، بس انا مش هفوتها كده، انا هثبت لك ان نيتي صادقه، وهروح اطلب صوم وهطلب قانون من اب اعترافي، لان اللي عملته فيك مش سهل. انا ياما نكست وعودي معاك. دي رجوله انك تبتدي من الباب الضيق اللي قاله المسيح. لكن احنا من كتر ربنا بيحبك، ربنا قابلك، ربنا حضن مفتوح عليه، الوعظه بتاعت المره اللي فاتت وبس، دي نص الحقيقه. النص الثاني الابن الضال رجع ازاي. كل شعب الله لما كان بيغضب ربنا وبيرجع ازاي؟ بيرجع بالصوم. ربنا قال ترجعوا لي بالصوم والبكا والنوح، بنوح على خطيتي. ربنا بيكلم الكهنه كده يقول لك ليبكي الكهنه ما بين الرواق والهيكل. صلي يا كاهن وعيط ليل ونهار، هو انت شعبك كله داخل السماء؟ ده اللي داخلين اقل من النص، الحق شوف الباقي. فربنا بيوصينا ان الجديه تبتدي بالصوم، مش الصوم اللي فيه جبنه صيامي ولا الصوم اللي فيه همبرجر صيامي، الصوم اللي الانسان فيه يبقى لابس المسوح او لابس الخيش على جلده وبيقول له انا ما استحقش اكون ابنك. اصوامنا باظت والدلع زاد، فما بقيناش فاهمين يعني ايه واحد يطلب من اب اعترافه قانون صوم، ولما يطلبوا قانون صوم يبقى قانون صوم بتدبير جد، ينقطع عن الاكل، يحرم من نفسه من حاجه حاببها. مش يقوم انا حطيت كريمر صيامي على نسكافيه صيامي، لا 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 لا. الدنيا بقت مايعه في الحياه الروحيه، احنا نسينا يعني ايه صوم بتذلل وانسحاق امام الله. فربنا بيقول عاوزين ترجعوا لي، ارجعوا لي بالصوم وايه؟ الصوم والبكاء والنوح. النوح يعني الانين. تالت حاجة في الرجوع المقبول حاجة اسمها بيقول ايه؟ ارجعوا الي وخذوا معكم كلاما. يعني ايه خذوا معكم كلاما؟ يعني تعال اتكلم معايا، تعال قول انك غلطت وانت عارف ان انا حنين وهسامحك. ما تجيش ترمي اللوم عليا وتقول لي انت يا ابويا اللي سبب في اللي انا حصلت له. لا ده مش رجوع يا حبيبي، انت لسه بعيد. تعالى خذ معك كلام. الكلام اللي ترجع بيه لربنا 3 كلمات، 3 عناوين: ندم، اعتذار، وعد. وبنقولهم في كل محاضرات التوبة. ندم ان انا سبت البيت وسبت ابويا وافتكرت ان الفلوس اللي اخدتها وصرفتها على خنازير على اصحابي ديت هي دي البهجة، وانتهيت لخرنوب الخنازير. عشان كده انا بقول لك انا ندمان على كل يوم كنت بعيد عنك يا رب. كنت ببص لصليبك اللي انت متعلق عليه بلا احساس، بقى ايقونة موجودة او تمثال موجود عندنا في البيت، مش حاسس بالألم اللي انت حاسه. فانا لما برجع لربنا محتاج نمرة 1 اندم، وعلى قد ما تندم على ضياعك عن ربنا ده هيبقى تحذير لضميرك انك ما تعملهاش تاني. 2 اعتذر له، قل له اسف، اسف ان جرحتك ومش عايز اعمل كده. 3 اوعده. ويا ريت تكتب الكلام ده وانت راجع في الاجنده بتاعتك وتحطها في جيبك، او حط ورقه صغيره في المحفظه ان شاء الله تكتبها برموز ما حدش يعرف غيرك انت، عشان تفكر نفسك، لان كلنا بننسى وكلنا بنرجع تاني، كلنا بنرجع تاني. احنا قلنا زي الرجوع ازاي؟ 3. الاول قلنا حاجه رجوع عاطفي ده ملناش دعوه بيه اللي هو الانفعالي، بس قلنا الرجوع نمره 1 بكل القلب، 2 بالصوم والبكا والنوح، نمرة 3 خذوا معكم كلاما. اقف واتكلم مع ربنا في كل اللي انت عايز تتكلم فيه زي ما الابن بيكلم ابوه. دي احلى حاجة تحسسك انك رجعت لحضنه فعلا. لكن ما بنصليش. الموبايل والتابلت والتلفزيون سرق الحياة الروحية من بيوتنا، ما بقيناش نصلي. ولما بنصلي بنصلي عشان نخلص الواجب وننام،
خذوا معكم كلاما، تعالوا اتكلموا باللي في قلبكم معايا. يبقى بكل قلبك، بالصوم والبكاء، بخذ معكم كلاما. اخر نقطة هختم بيها، وانت راجع لربنا وفي حضنه خاف قوي. خاف من ايه؟ مش ربنا حنين؟ لا، ما هو حنين وسامحك ومش هيعاتبك وبيناديك ومستنيك. انا ما رجعتش في ولا كلمة من اللي قلتهم المرة اللي فاتت، بس خاف. هتقولي خاف من ايه؟ اول حاجة خاف من نفسك. خاف من نفسك لانك ضعيف. خاف من نفسك لانك وعدت قبل كده ونكثت وعودك. خاف من نفسك لان من خاف سلم. انا ضعيف، انا ضعيف، وعندي عدو اسمه ابليس سهران ليل ونهار بيحارب فيا وعاوز يوقعني. خاف من نفسك، خاف من ضعفك، خاف من ربنا. مخافة الله في القلب تحمي الإنسان من السقوط، لأن اللي بيخاف من ربنا عادة ما بيقعش إلا عن ضعف. لكن اللي مش في قلبه مخافة ربنا بيعمل أي خيانة في كل الخطايا. بمعنى إيه؟ بمعنى إن مش عشان ربنا حنين ومستنيني وبيناديني ومش هيعاتبني إن أنا أبقى مستهتر. اظبطها. حضنه مفتوح لأي خاطي مهما كانت خطايا، حتى لو كان موسى الأسود اللي زنى وقتل وسبى سبيا ليه مكان، حتى لو مريم المصرية اللي قعدت 7 سنين فاتحة بيتها للخطية وللزنا سامحها. هو كده حنين وما بيفتكرش وبينسى. كل ده في المسيح إلا الاستهتار، لأنك بعد كده بتعمل كأنك ضحكت عليه وبعدين طلعت لسانه. لا، ما يلقش بكرامته إنك تضحك عليه أبدا. وأكبر دليل مثل العذارى الحكيمات والجاهلات، إن 10 كانوا مؤمنين بس في 5 استهتروا وناموا، وفي 5 خدوها جد. يعني رجعوا لربنا بكل قلبهم وخافوا إن العريس يجي ويكونوا نايمين، فسهروا وشدوا حيلهم. لازم نشد حيلنا. الحياة الروحية ما تحتملش الدلع. مش معناها نكد ولا معناها نرهبنكم. انبسطوا واضحكوا، بس في اي حاجه ترضي ربنا، واهربوا من اي ضحكه غلط او اي حاجه تغضب ربنا. احنا بنضحك ككهنه وبننبسط، احنا اصدقاء مع بعض وبنهزر في بعض الاحيان كمان. البابا شنودة كان صاحب ابتسامه، مش عايز اتجاوز اقول صاحب قفشه او صاحب نكته. البابا شنودة ده شخصيه جميله قوي، لكن في قلبه مخافه الله ساكنه. ما يقدرش لا كده ولا كده. اللي يحافظ على رجوعك انك ما تستهترش بقبوله ولا بحضنه ولا انه ما عاتبكش ولا انه سمحك، انك تمشي صح. لان ما ينفعش مع اب حنين تستهتر بحنانه وتعمل زي العذارى الجاهلات فتضيع كل حاجه وكانك ما رجعتش من اساسه. كلام النهارده صعب شويه عن المره اللي فاتت، بس المره الجايه هكمل لكم السلسله واقول لكم بقى اللي يرجع هيبقى شكله ايه. ربنا يديني ويديكم. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد آمين.